السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مهندس عاصم سعفان، وده اليوم اليوم السادس بإذن الله من تجربة موقع داتا كامب لمدة 30 يوم. ده اليوم السادس. طبعا اللي مش عارف السلسلة ديت، أنا بجرب موقع داتا كامب بشكل عام لمدة 30 يوم، بحيث أقول لك أنا اتعلمت إيه وما اتعلمتش إيه والكلام ده كله يعني. فأنت لو حبيت تشترك في الموقع يبقى أنت عندك فكرة كاملة الموقع ماشي إزاي. مش هقول لك مثلا أنا إيه اشترك في الموقع ومش اشترك، لا، أنت بص أنا هوريك الفكرة كاملة كده على الموقع، وأي حاجة بتظهر قدامي سواء حلوة أو وحشة أنا بقول لك عليها. طبعا في حاجات زي ما انا قلت لك الترتيب بتاعهم زي ما انا قلت في الفيديوهات اللي فاتت يعني ما كانش عاجبني قوي يعني، وخصوصا مكان البروجكت، وقلت لك المفروض تتعلم ايه الاول قبل ما تخش الكورس والكلام ده كله. انا حتى الان ماشي في تراك، لسه مكمل في تراك الداتا اناليست ويز بايثون. تمام. خلصنا اول كورس في اول يوم، تاني كورس في يومين، يعني خلينا كده 3 ايام. رابع يوم خلصنا فيه البروجكت الاولاني اللي هو انفستيجيشن في نتفليكس موفيز، وقلت لك ايه اللي كان عاجبني شويه، يعني ايه الحاجات اللي كانت عجباني والحاجات مش عجباني. وقلت لك لو انت مشيت مع الجايد في البروجكت دوت هتلاقي الموضوع بسيط بالنسبه لك خالص. وبعد كده بقى ايه اليوم الخامس دخلت فيه على كورس داتا مانيبيوليشن وسباندس، وده من اهم الكورسات اللي انا شفتها على المنصه حتى الان يعني. بيعمل لك كده حاجات مهمه كتيره جدا تخليك تتعامل مع اي داتا فريم باستعمال بايثون. الكورس دوت يعني ايه، مش هقول لك كنز قد ما فكره ان هو مجمع كل حاجه، يعني فاهم انت ايه. هو يعني يبقى كنز لو هو شرحها كلها بيرفكت يعني قوي، بس طبعا هو فعلا لامم كل حاجه انت ممكن تتعلم، تحتاج ان انت تتعامل مع بندس بيه. بس ده كده ايه، كده خلصنا 5 ايام في اول 4 حاجات من التراك. فالوقت بقى اليوم السادس بتاعنا هنخش في الكورس اللي هو الخامس، اللي هو بالنسبه لنا يعني مش كورس بقى بروجكت يعني. اسمه اكسبلورينج نيويورك سيتي بابليك سكول تيست ريزلتس. ما علينا، المهم يعني نخش كده على السريع ونشوف كده الموضوع كان بيتكلم عن ايه. ما انا خلصت البروجكت تمام، ومش هعمل بقى زي المره اللي فاتت، مش هقعد اكتب قدامك الحل والكلام ده كله، لا، انا هخش كده بنظره عامه كده اقول لك الاسئله، والاسئله بتتكلم عن ايه، وهل فعلا الاجابات هتعرف تعملها والكلام ده كله. اول ما تفتح البروجكت هيطلع لك بالمنظر اللي قدامك هنا ده كده، المنظر الجميل اللي قدامك ده كده، تلاقي المنظر عامل كده. اول ما تيجي هتلاقي ان انت عندك مثلا ايه، هنا الاسئله بيظهر لك عشان تبقى واخد بالك في الاول. دي المكان اللي انت بتكتب فيه كل الاكواد، المكان اللي قدامك هنا ده كده اللي بتكتب فيه كل الاكواد، وبيبقى مديك معلومات اصلا عن الداتا فريم، الداتا بيس بتاعتك اصلا، او الداتا سيت بتاعتك، يعني البيانات اللي انت شغال عليها يعني جايه منين اصلا والكلام ده كله. تمام. وبعد كده ايه بيقول لك ان طبعا احنا عندنا سي اس في اسمه سكولز دوت سي اس في. طبعا هو عامل لك ريد، عامل لك ريد لا يعني، او عامل لها قارئها يعني عشان تبدا تشتغل عليها. وعامل لك ايه زي ما انت شايف كده، ممكن تقعد تتصفح الداتا بالمنظر اللي قدامك هنا ده كده. هتلاقي طبعا انت عندك مش عارف كذا كذا كذا، الكلام ده كله ايه، كلام جميل يعني وكده. تاخد فكره عن السكول نيم والبرو اللي هي معناها البلده تقريبا او حاجه شبه كده. طالما فيها منهاتن يبقى زي المدينه او البلده او كده يعني. وبعد كده ايه البيلدنج كود، ما علينا الافريج ماس، كل الكلام ده مش هتحتاجه في حاجه، مش هتحتاج غير الماس بس اللي بتحتاجه الى حد ما شويه. لا هتحتاج كله فعلا تصدق. و دي كده فكره عامه يعني كده عن الداتا بتاعتك ماشيه ازاي. وبعد كده تخش تشوف ايه الاسئله. زي ما قلت لك الاسئله بتبقى مكتوبه فوق هنا على الشمال، ولما تيجي هنا على اليمين تحت ايه بيبقى في مثلا لو انت حبيت تعمل سبميت، لو انت حبيت تشوف ريسورسز مثلا يقول لك ايه بالظبط الحاجات اللي انت محتاجها عشان خاطر من الدروس اللي فاتت، عشان خاطر تبقى انت فاهم او ماشي مع الكورس ده مظبوط يعني وكده. وقلت لك ان البروجكت دوت من انواع البروجكتس اللي هي جايدد، اللي هو مديك طريقه الحل يعني، فاهم انت، مش بس مش مديها لك مباشر، لا هو بيشرح لك ايه، تلاقي من كل حاجه بيحاول الى حد ما يشرح لك انت تستعمل كذا مش عارف ايه، ازاي تعمل توب مش عارف الكلام ده كله يعني. ده كده الى حد ما دي طريقه البتاع. طبعا في السوليوشن انا اول مره اخد بالي منه اصلا من الفيديو اللي فات في البروجكت اللي فات يعني والكلام من ده، وحتى الان برضه ما ضغطتش عليها في البروجكت ده يعني عشان خاطر ايه، طالما الحل بيطلع مظبوط معايا ما بشغلش بالي هو حل ازاي او كده. بس هي فكره حلوه ان انت برضه فعلا بعد ما تخلص تبص تشوف السوليوشن اصلا بتاعه عامل ازاي، ممكن تلاقي هو حالل بطريقه احسن من اللي انت بتعمل بيها والكلام ده كله. ما علينا. يلا بينا نخش نشوف الاسئله ونشوف هنفكر فيها ازاي. وانا عايزك اصلا في اي طول ما انت ماشي في تراك اي حاجه لها علاقه بالداتا اناليسيز، يبقى انت وانت بتشوف الاسئله تحاول تجيب قلم وورقه وتشوف السؤال، تفهم السؤال. انت اصلا ما فهمتك السؤال يعني، فهمك للسؤال ممكن اقول لك ان هو 90% من الاجابه. فيلا بينا نشوف السؤال بيقول ايه. اول سؤال بيقول ايه بالنسبه لنا يعني كده عشان ناخد فكره. اول سؤال بيقول which New York City schools have the best math results. ايه احسن مدارس الموجوده في نيويورك سيتي يعني، اللي فيها احسن نتائج لماده الرياضيات. فهو بيقول لك ايه انت بناء على ايه بنبدا نحدد اذا كانت هي احسن ولا مش احسن. فبيقول لك ان انت الاحسن بالنسبه لهم يعني ان انت تكون جايب من ال 800 ماده الرياضيات الافريج ماس ديت هي من 800، المفروض تكون جايب 80% من النتيجه بتاعتها يعني وكده. تمام. وبعد كده بتحفظ بقى ايه المتغير بتاعك في كذا متغير تسميه كذا، النتيجه يعني اللي هو عاوزها منك في الاخر ايه
عاوز متغير يكون فيه البيست ماس، يعني اسمه يعني الداتا فريم اسمها بيست ماس سكولز، ويكون فيها السكول نيم والافريج ماس والافريج، ومترتبه يعني عن طريق الافريج ماس. الموضوع ده بكل بساطه زي ما احنا شايفين كده، ده اشتغلت فيه. اول حاجه ان انا اعمل حاجه اللي هي الايه، البيست ماث سكولز. تمام، دي كده اول جزء. طبعا انا عملت الحل كله بنسبه كبيره في اول، يعني مثلا ايه، عملت الحل كله يعني الى حد ما في خطوه واحده بس. دي مش احسن طريقه ان انت تتعامل بيها. هتقول لي مش احسن طريقه ليه؟ اقول لك لان انا شايف ان هي المفروض ان انت يعني تبدا تجزأ الحل بتاعك. يعني مثلا ايه، يعني مثلا نفترض ان احنا عايزين ان احنا نبدا بس نفلتر الاول ال 80% ديت، الجزء ده كده، ده اول فلتر للايه، ال 80% اللي هو اللي بيكون جاي في الرياضيات مثلا 80%. عشان خاطر بقى ايه، المره اللي فاتت انا كنت عملتها كلها مره واحده، بس انا بقول لك المره دي حاول تجزأ بقى. فهتلاقي مثلا الجزء دوت بيعمل لك اللي انت تجيب ال 80%. تاني جزء منها دوت اللي هو بيخليك تختار ايه الكولومز اللي انت عاوزها. هو قال لك هنا هو عايز مثلا ان السكول نيم، تمام، وعايز الافريج ماس، تمام، اخترته. طبعا عامل ده كله زي ما قلت لك في لاين واحد. ممكن تكون انت مش عاجبك الطريقه، انا بحب الموضوع ده، بحس انه بينجزنا اكتر يعني كده، بس ما فيش اي مشاكل، يعني انت اشتغل بالطريقه اللي تعجبك. وبعد كده طبعا قال لك انا عايز اعمل سورت فاليوز للافريج ماس ان ديسندنج اوردر. فانت تعمل سورت فاليوز وتختار الافريج ماس وتختار الاسندنج، لا تقول له لا انا عايزها ايه، ديسندنج اوردر. بس بالشكل دوت يعني كده ايه، هيديك يعني الترتيب بتاعه بالمنظر اللي قدامك هنا ده. بس فانا عملت كل حاجه. الحاجه بس المختلفه الوحيده ان هو كان بيقول لك ايه، ليميت اول 10 صفوف. تمام، احط بس في الهيد هنا 10 كده، خلاص الموضوع ايه اتحل. هتلاقي ان انت لو عملت رن للكود دوت، وبعد كده عمل رن ده ولا عملش، وبعد كده عملت رن للكود اللي هنا ده، زي ما احنا شايفين هيطلع لك احسن 10 مدارس لها علاقه بالرياضيات. ده كده ايه، اول سؤال جاوبت عليه. طبعا من الحاجات اللي هو شرحها لك في الكورس عشان خاطر اوضح لك برضه واشرح لك ايه بالظبط. هو شرح لك اول حاجه ازاي تعمل فلترنج، شرحها لك بالتفصيل. تمام، دي اول حاجه. شرح لك ازاي بعد ما تعمل فلتر تنقي يعني تختار كولومز معينه، اتشرحت برضه بالامانه بالتفصيل. بعد كده ازاي تعمل سورتنج فاليوز، شرحها برضه، وازاي تعملها اللي هو الديسندنج، الترتيب من اعلى للاقل. تمام، ونفس النظام ازاي تختار 10 بتاع حاجات هو اصلا كاتبها لك في الجايد هنا، يعني لو انت ما كنتش عارفها. فانا كنت عارفها بقى بس ما كنت فاكره ان هو يحتاجها في متغير لوحدها والكلام من ده. بس دي كده ايه، دي كده بشكل عام فكره اول اللي هو يعني اول سؤال اتسال. تاني سؤال اتسال، هم كمان 3 اسئله. تمام، تاني سؤال اتسال بيقول لك what are the top 10 performing schools based on combination set scores. يعني ايه احسن مدارس بناء بقى على الايه، على كل الحاجات مش الرياضه بس وكده. فالموضوع برضه نفس النظام. نزلت قلت عشان قلت هعمل متغير اسمه ايه، زي ما هو قايل لي، يعني هو عايز متغير اسمه ايه، توتال سات. سات دوت اللي هو الستاندرد مش عارف ايه اللي هم معرفك يعني في البروجكت يعني الموضوع ده ايه بالظبط. تمام، الموضوع كله ان انت هتعمل كولوم جديد ويبقى هو مجموع الكولومز التانيين. اتمنى يكون الكلام واضح بالنسبه لك. هو بكل بساطه كولوم مجموع الكولومز التانيين، ودي حاجه اسمها اللي هو زي ما قلت لك اللي هو ازاي تعمل كولوم جديد او الفيتشر انجينيرنج والكلام ده كله. وبعد كده طبعا عرضت اللي انا عملته بالشكل اللي قدامنا ده كده. بقى عندي متغير جديد اسمه التوتال سات اللي هنا ده كده. تمام، وبعد كده بقى ايه، زي ما قلت لك نفس النظام، هعمل بقى سورتنج للفاليوز بدل ما كنت عملتها في الاول كله في خطوه واحده. لا دلوقتي اعمل ايه، دلوقتي هعمل بقى هنا السورتنج اهوت. طبعا عملت السورتنج اسندنج ونفس النظام ده كله يعني. وبعد كده شوف استعملت الطريقه ديت اللي هو قال عليها ان انا ازاي اختار اول 10 صفوف. دي الطريقه الاصح ان انت تختار ال 10 صفوف. الاولانيه ديت كانت مجرد عرض فقط، بتعرض اول مثلا 10 حاجات بتعرضها بس، انما الداتا فريم فيها كل حاجه. انما الطريقه الاصح ان انت تعمل العرض وكلام من ده، ان انت تظهر الصفوف اللي عندك بس في الداتا فريم، تحفظهم في الداتا فريم، هي عن طريق استعمال حاجه شبه دي كده. وطبعا هو شرحها لك في الكورس اللي هو الدوت اي لوك ديت اللي هو الاندكس لوكيشن تقريبا وحاجه شبه كده يعني. هو شرحها لك في الكورس اللي هو الايه اللي فات اللي هو بتاع الداتا مانيبيوليشن ويز باندز. فكده احنا حلينا تاني سؤال، اللي احنا نجيب احسن 10 مدارس بناء على التوتال سات او المجموع بتاع كل الايه الاجزام الامتحانات يعني والكلام ده كله. كده احنا خلصنا اول سؤالين. تمام، وطبعا برضو كان هنا بيقول لك انا عايزك تجيب لي في الاخر السكول نيم والتوتال سات. هو عايزك تجيب السكول نيم والتوتال سات. فبشكل عام زي ما انت شايف كده الاسئله بتبقى عامله ازاي، يعني انت فاهم انت بتجاوب على سؤال من الداتا اللي عندك.
عباره عن سطرين ولا 3 سطور بالكثير مثلا، تلاقي نفسك جاوبت على سؤال ممكن مثلا ايه لو انت مش موجود تلاقي الموضوع صعب جدا ان يتحسب او كده. بس لكن حاجه زي الباندا سهلتها جدا باستعمال الداتا فريمز والكلام ده كله يعني، والفانكشنز والميثودز اللي فيها، تلاقي ان انت باستعمال سطر ولا سطرين جاوبت على مثلا ايه احسن 10 مدارس. طبعا انت لو جيت اصلا تشوف الداتا فريم الاساسيه بتاعتنا اللي هي اسمها سكولز ديت مثلا، تمام، لو انت عملت مثلا برنت وقلت مثلا سكولز دوت هيد دوت مثلا ايه دوت شيب ولا حاجه، عايز بس شوف الشيب لو هو يعني عارف يعمل لها برنت، تمام. احنا معانا 375 مدرسه، فانت عرفت احسن 10 مدارس في البتاع في سطرين، بدل ما كنت تقعد تلف على 375 مدرسه والكلام ده كله. طبعا 375 مدرسه دوت رقم يعني 375 سطر دوت رقم قليل جدا 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 يعني. انت اصلا ما بتتعاملش معاه، انت ممكن 375 دولت تعمل كل الشغل دوت باستعمال اكسل، مش محتاج ان انت تخش في بايثون اساسا. بس زي ما قلت لك انت لما بتتعلم المهاره بتعرف تطبقها على الكبير والصغير وكل حاجه. لكن لو انت عندك مثلا مليون سطر مش هتعرف تعملهم، او مثلا 500,000 مش هتعرف تعملهم باستعمال ايه؟ مش هتعرف تعملهم باستعمال اكسل، تيجي هنا تعملهم عن طريق بايثون، او تخش بقى على حاجه لها علاقه بالبيج داتا والكلام ده كله. ده كده احنا خلصنا ايه اول سؤالين. ثالث سؤال بقى فاهم انت كان فيه ايه يعني، في تفكير الى حد ما شويه يعني، بس طبعا الجايدز بتاعتهم تبدا تشرح لك المفروض تعمل ايه. قال لك انت عايز which single route has the largest standard deviation in the combined set score. احنا اول حاجه احنا عندنا الكومبايند سيت سكور اللي احنا ايه عملناه من السؤال اللي فات اللي هو التوتال سات اللي هنا ده كده. بعد كده بقى عايز ايه؟ عايز يجيب البلده اللي لقاها على قيمه للستاندرد ديفيشن. ايه الستاندرد ديفيشن؟ اعتبر نفسك ما تعرفوش، فاهم قصدي؟ انت المفروض ان انت ما تعرفش عنه اي حاجه، تبقى لو هو جاب الطريقه تعرفه، لو انت ما تعرفوش هتبدا تسيرش عنه والكلام ده يعني. انما انت بالنسبه لك هنا انت بتطبق اوامر انت اتعلمتها في الكورس اللي فات، وان شاء الله المفروض يعني يكون قدام هنعرف قدام يعني ان شاء الله اذا كان جابوا سيره الحاجات بتاع الستاندرد ديفيشن والكلام ده كله ولا لا. بس المفروض يعني ان حاجه زي دي لازم تتشرح، تمام. بعد كده عملت انا ايه؟ طبعا انت عايز تجيب كل بلده لوحدها، فلازم تعمل جروب باي. طبعا هو شرحها بالتفصيل، واخترت منها التوتال ازاي بعد ما استعمل الجروب باي ايه الحاجه اللي انا عايز اتعامل معاها. انا عايز اجيب الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن دوت، الحاجات اللي هو ايه اللي يحسبهم، المين اللي هو الافريج يعني بالنسبه لي، والستاندرد ديفيجن والتوتال سات المين، تمام، والحاجات دي كلها يعني، والنمبر اوف سكول اللي هو الكاونت. استعملت في الموضوع ده كله الحاجات اللي هو قايل عليها. طبعا كان قايل لي ان انت قرب الارقام ل 2 ديسيمال بليسز، فاستعملت دوت راوند في الاخر. طبعا دي كلها زي ما قلت لك خطوات انت ممكن تنجزها، بس انا شايف ان انت ايه امشي فيها خطوه خطوه بحيث ان انت عينك تتعود ان انت تشوف كل خطوه بتطلع نتيجه عامله ازاي، تمام. وبعد كده بقى اجمعهم عادي في سطر واحد واشتغل عادي يعني. عملت الكلام ده كله، طلع لي الشغل اللي قدامي هنا ده. الشغل اللي قدامي ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عايز كل بلده زي ما احنا شايفين كده قدامنا البلده طلعت منها يعني الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن، الحاجات اللي انا ظهرت لها هنا دي كلها. بعد كده انا عايز اعلى قيمه، بس في اعلى قيمه هعمل فلترنج عليه خالص ان هو يطلع لي ايه القيمه بتاعت الستاندرد ديفيشن، يعني يرجع لي البلده بتاعي الستاندرد ديفيشن بتاعها هو اعلى قيمه الستاندرد ديفيشن دوت ماكس، تمام. وفي النهايه لقيت في حته بقى ايه ما كنتش واخد بالي منها قوي يعني، ان هو كان محتاج ان انا اغير اسماء الكولومز او الاعمده بتاعتي. زي ما انت شايف هنا الاعمده مثلا العمود ده اسمه كاونت، ده اسمه مين، ده اسمه ستاندرد ديفيشن، فما كانش الموضوع باين قوي يعني. فكان عاوزني ان انا ايه اخد فكره كده ازاي اعملها يعني. طبعا انا سرشت وجبت الكود اللي قدامك دوت واستعملته على طول، تمام. انت بتعمل الجزء هنا دوت يعني بتدخل في فانكشن اسمها رينيم، بتدخلها بعد الداتا فريم، بتعمل دوت رينيم وبتحط لها هنا كولومز، وبتدخل هنا ديكشنري. الديكشنري دوت يكون فيه بيانات الايه الكي بتاعته هو اسم الكولوم القديم، والفاليو بتاعته اسم الكولوم اللي انت عاوزه الجديد، وهكذا. بس طبعا بعد ما سرشن عليها اصلا وجبته وعملت كل حاجه، لقيت ان هو في الجايد هتلاقي هو اصلا عاملها هنا كده وشرح لك ازاي تعملها امانه يعني. برضو بعد ما انا كنت سرش انا مع نفسي لقيته هو اصلا حطها في الجايد، مش عارف ليه انا مكسل ان انا اقرا الجايدز اللي هم حاطينها. فطبعا كان بروجكت يعتبر جميل جدا، انت اتعلمت فيه حاجات، طبقت فيه بقى على الحاجات النوميريكال، وبديت ترتب وبديت تطلع نتائج الى حد ما لا قيمه تعرف تعرضها مثلا وتستفاد منها والكلام ده كله. وزي ما قلت لك موضوع الاناليسيس كله يبقى ماشي بالشكل ده، انت محتاج ان انت تجاوب على اسئله، تمام، والموضوع يكون الى حد ما سريع. زي ما قلت لك كده انت بيانات زي دي كده، انت عشان خاطر لو انت عندك مثلا نص مليون داتا مثلا عشان تطلع قيم زي ديت هتاخد وقت كبير جدا، لكن في الحل اللي قدامنا ديت الموضوع كان في الانجاز.
اتمنى طبعا الفيديو يكون يعني ايه اداك فكره شامله كده عن البروجكت ماشي ازاي، ونبقى كده خلصنا اللي هو الايه خامس جزء، خامس سيكشن، اللي هو طبعا احنا كده خلصنا 3 كورسات و2 بروجكتس يعني. بعد كده طبعا هنخش بقى في اليوم السابع على جويننج داتا وذ باندز. زي ما قلت لك بفكرك كل مره، نفس الريتم اللي انا ماشي بيه مالكش اي علاقه بيه خالص، انت امشي بالريتم اللي يريحك. كده كده الاشتراك بقى معاك سنه لو حبيت يعني. المشاريع حتى الان برضه عشان ابقى مدي نظره يعني عامه كده على الكورس حتى الان بالنسبه لي، في كورسات في الاول كان الترتيب بتاعها مش كويس، لكن من اول الكورس اللي هو الثالث دهوت اللي هو داتا مانيبيوليشن وذ باندز ده، الكورس ده كان ممتاز في طريقه عرضه، طريقه تجميع معلومات كتير جدا في مكان واحد. يعني من اول هنا حسيت ان الموضوع بدا يعني يظبط شويه. طبعا المشاريع فيها حاجات الى حد ما سهله وفيها حاجات صعبه، طبعا انت بتتعلم مع الوقت وبتتدرج مع الوقت وتلاقي نفسك بتطبق على حاجات اصعب. لو انت حتى الان لو انت مبتدئ، انا شايف ان انت تتعلم بايثون كويس، زي مثلا بلاي ليست اللي انا عاملها، او اي مكان يكون بيشرح عربي يشرح لك بايثون كويس يعني، وبالذات تكون الداتا ساينس عشان خاطر يشرح لك معاه نمباي وبندس والحاجات دي كلها يعني. انا شرحهم طبعا في البلاي ليست فاهم، بس انت يعني ايا كان المكان اللي انت عايز تتفرج عليهم فين براحتك. انا بقول لك يعني البلاي ليست منه يعني ايه مكان مجاني على القناه، فانت مش محتاج تدفع في اي مكان يعني وكده. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندك اي استفسار ما تنساش تحطه في كومنت تحت، ولايكك بقى جميل واشتراك في القناه، واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.